اهلا بيكم في قناة موفي نايت. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة. بتدور احداث فيلمنا النهاردة في سنة 2022 في امريكا. في الوقت ده اتغير فيه النظام السياسي تماما، وحكومة جديدة اسمها الاباء المؤسسين استلمت الحكم. النظام الجديد ده ابتكر قانون غريب جدا اسمه التطهير، واللي بيسمح بليلة واحدة في السنة لمدة 12 ساعة كل الجرائم بتكون قانونية ومسموحة. الناس في الوقت ده ممكن تقتل، تسرق، تعمل اي جريمة بدون خوف من العقاب. الهدف الاساسي من التطهير هو تنظيف المجتمع من الكراهية والعنف، وان الناس تتخلص من غضبها عشان يعيشوا باقي السنة في امان. بتبدأ احداث الفيلم بتاعنا بلقطات ارشيفية للعنف اللي بيحصل في ليلة التطهير، ولقطات من كاميرات المراقبة بتعرض مشاهد الناس اللي بتطارد بعضها وبيقتلوا بعض بدون رحمة. وده بيوضح لينا ان الليلة دي بقت جزء من الحياة اليومية في امريكا، وان الناس اتعودوا على فكرة التطهير وكأنه عيد سنوي. في وسط المجتمع ده بنتعرف على عيلة ساندرن. جيمس ساندرن هو رب الأسرة، وبيشتغل في شركة بتبيع أنظمة حماية متطورة للبيوت ضد هجمات ليلة التطهير. زوجته اسمها ميري وابنهم تشارلي شاب مراهق لكنه حساس شوية وعنده ميل للرحمة. بنتهم زوي اللي في سن المراهقة برضه، لكنها متورطة في علاقة مع شاب أكبر منها في السن شوية اسمه هنري. العيلة دي ساكنة في حي راقي جدا مليان فلوس وأغنياء، وده واضح من البيت الكبير بتاعهم اللي فيه كل وسائل الحماية ضد أي هجوم خارجي، خصوصا في ليلة زي دي. المهم العيلة بتستعد لليلة دي والكل واضح عليه القلق. جيمس رغم انه واثق في النظام اللي شغال عليه، لكن احساس القلق ده بيظهر في ملامحه. ميري زوجته بتحاول تفضل هادية قدام الاولاد، لكنها برضه مش قادرة تخفي خوفها من الليلة اللي عارفة انها هتبقى صعبة. ومع اقتراب الساعة 7 مساء اللي هي بداية التطهير، جيمس بياخد خطواته المعروفة لتشغيل نظام الحماية، واللي بتتضمن ابواب معدنية ضخمة بتقفل على البيت كله، والصوت المعدني اللي مسموع من الابواب المعدنية وهي بتنزل على الشبابيك والابواب بيخلق جو من الرهبة، والكاميرات اللي بتصور كل اللي بيحصل بره البيت، وتحس ان العيلة كلها محبوسة جوه القفص ده، وان اللي هيجي بعد كده كله مش هيبقى متوقع. جيمس بيبان عليه انه واثق جدا في النظام ده، وبيعتبر انهم في امان تام جوه البيت. اما ميري في الوقت ده بتحاول تهدي ولادها من التوتر اللي بيحسوا بيه، خصوصا ان ده التطهير الاول لتشارلي وزوي وهم في سن اكبر وواعيين اكتر باللي بيحصل في العالم الخارجي. في الوقت ده العيلة بتقعد قدام التلفزيون وبيبداوا يتابعوا اخبار التطهير، والقنوات الاخبارية بتعرض بث مباشر للعنف اللي بيحصل في الشوارع، وبتوضح ازاي الناس بتستغل الليلة دي علشان تفك الغضب المكبوت جواها على مدار السنة. رغم انهم في امان مؤقت، لكن العنف اللي بيشوفوه قدامهم بيخلق توتر جوه البيت. في اللحظة دي بنبدأ نتعرف على شخصية تشارلي اكتر، وبيبان لينا انه طفل حساس وعنده شوية تعاطف زيادة عن اللزوم، وده طبعا بالنسبة للمجتمع اللي عايش. هو مش مقتنع بفكرة التطهير دي، وشايف ان العنف ده ملوش اي معنى. ووسط كل ده تشارلي بيلمح من كاميرات المراقبة ان في راجل غريب بيكون بيجري في الشارع وبيطلب المساعدة. الراجل الغريب ده بيكون لابس ملابس قديمة وعليه علامات واضحة انه مرهق وتعبان. الراجل ده بيوضح انه بيهرب من مجموعة من الناس اللي بيطاردوه علشان يقتلوه في ليلة التطهير. تشارلي مش قادر يشوف الراجل في الحالة دي ويسيبه، فبياخد قرار متهور جدا، والقرار ده انه يفتح له الباب باستخدام جهاز التحكم اللي بيقدر يفتح بيه الابواب المعدنية. وبالفعل بيستخدم نظام الامن وبيفتح الباب علشان يخلي الراجل يدخل ويحتمي جوه البيت. الراجل الجريح بيجري بسرعة على البيت ويدخل قبل ما جيمس يقدر يقفل النظام تاني. واول ما الراجل بيدخل البيت العيلة بتتفاجئ، وجيمس بالذات بيكون في حالة صدمة. في اللحظة دي الامور بتبدأ تتعقد، العيلة كلها بتتصدم من تصرف تشارلي. جيمس بيبقى مرعوب على امان اسرته، لان الراجل اللي دخل بيتهم ده مجهول وممكن يكون خطر عليهم. فتح البوابة في ليلة زي دي يعتبر مجازفة كبيرة جدا. اللي بيحصل بعد كده هو تحول درامي في الفيلم بتاعنا بشكل، فجيمس بيكون غاضب جدا من تصرف ابنه، وفجأة العصابة بتبدأ تخبط على الباب بكل قوة، وزعيم العصابة بيظهر في المشهد. الزعيم ده لابس قناع شيطاني وبيتكلم بصوت هادي جدا لكنه مرعب. قائد المجموعة بيوضح لجيمس ان الراجل اللي استضافوه هو شخص مطلوب عندهم لانه مجرم فقير من طبقة دنيا، ودي الفئة اللي المفروض يتم التخلص منها في ليلة التطهير. وبيطلب منهم بكل هدوء انهم يسلموا الراجل اللي مستخبي عندهم، والا هيكسروا النظام وهيدخلوا بالعافية. في الوقت ده بيزيد توتر لما الزعيم بيبين ليهم انهم هيسيبهم لوقت قصير قبل ما يدخل يهاجمهم، وكمان بيهددهم لو فضلوا مستخبيين جوه البيت من غير ما يسلموا الراجل اللي عندهم هيكسروا الحماية اللي على البيت ويدخلوا ياخدوا اللي هم عايزينه بالعنف ويقتلوهم كمان. عشان كده بنشوف العيلة بتقعد مع بعضها علشان تقرر هتعمل ايه. بس جيمس في اللحظة دي بيبقى محتاج ياخد قرار مصيري، يا اما يسلم الراجل اللي طلب الحماية منهم وده هيحمي عيلته من الهجوم، او انه يرفض يخون الشخص اللي لجأ ليه. وفي
الحالة دي هيعرض كل العيلة لخطر الموت. رغم انه مش مرتاح لفكرة انه يضحي بحياة شخص بريء، لكنه شايف ان مفيش خيار تاني، فبيبدأ يدور على الراجل اللي مستخبي في البيت علشان يسلمه للعصابة. زوي في اللحظة دي بتتعامل مع مشكلة تانية، وهي ان هنري صديقها اللي اكبر منها كان مستخبي في البيت قبل بداية التطهير، واللي استغل اللحظة اللي انشغل فيها جيمس وميري علشان يتسلل ويكلم زوي، واللي بيقول لها ان عنده خطة لمواجهة جيمس. واللي هنشوف بعد كده ان خطته اللي كان بيرتب ليها هو انه يقتل جيمس عشان يتخلص من رفضه لعلاقته مع زوي، بس بينجح جيمس انه يقتله بالمسدس في النهاية. في اللحظات اللي بعدها جيمس بيقرر انه يحاول يلاقي الراجل الجريح ويسلمه للعصابة علشان يحمي عيلته، فهو بيبدأ يدور في البيت، لكن الراجل كان مستخبي كويس جدا وبيبان انه مستعد يقاتل علشان ما يتسلمش. العيلة بتتقسم وكل فرد بيبدأ يدور على الراجل بطريقة مختلفة. تشارلي بيكون حاسس بالذنب ان هو السبب في كل اللي بيحصل وبيحاول يساعد الراجل اللي كان مستخبي. اما زوي مش مركزة في الموضوع ده لانها تحت تأثير الصدمة من موت صديقها هنري اللي كان حاول يقتل والدها، لكنه انتهى مقتول بعد ما جيمس دافع عن نفسه. على الجانب التاني العصابة بتفقد صبرها بعد ما الوقت بيعدي وجيمس ما قدرش يلاقي الراجل ويسلمه ليهم. في اللحظة دي بيقرروا يهاجموا البيت بالقوة، فبنشوف العصابة بتجيب معدات تقيلة وبتبدأ تكسر الحماية اللي على البيت، وبنشوف جيمس بيحاول بكل قوته انه يدافع عن بيت، بيجهز أسلحة موجودة عنده في البيت لمواجهة الهجوم اللي جاي ده. في اللحظة دي العيلة بتلاقي نفسها في معركة للبقاء. جيمس بيحاول انه يقاتل العصابة ويمنعهم من دخول البيت، لكنه في النهاية بيقدروا يخترقوا الحماية ويدخلوا. ولما العصابة بتدخل البيت الأحداث بتتصاعد بشكل كبير، وبنشوف جيمس بيبدأ يواجه أفراد العصابة واحد واحد، ولحظات كتير بيبان انه لكن في نفس الوقت العيلة بتبدأ تتعاون لأول مرة، وبنشوف ميري بتحمل السلاح هي كمان وبتبدأ تدافع عن ولد. المشاهد بتزيد حدة لما بيبدأوا يقتلوا أفراد العصابة واحد ورا التاني، لكن أفراد العصابة بيكون عددهم كبير وأقوياء من ناحية التسليح. وبعد مواجهات عنيفة العيلة بتنجح أخيرا في قتل معظم أفراد العصابة، لكن فجأة القائد بيظهر في اللحظة دي وبيقابل جيمس ويضرب جيمس بسكينة في بطنه وبيصيبه إصابة خطيرة. المشهد ده بيكون مؤلم جدا لأن العيلة بتشوف جيمس وهو بيموت قدام عينيهم، ولما الزعيم وصل ليهم وهم متجمعين وعاوز يقتلهم بتوصل زوي وبتقتل. في الوقت ده جيمس بيودعهم في لحظة مؤثرة جدا، وبعد ما كل أفراد العصابة ماتوا العيلة بتفكر إن الكابوس انتهى، لكن فجأة بتكون لما الجيران اللي كانوا بيظهروا طول الفيلم كأشخاص ودودين بييجوا البيت ويبدأوا في مهاجمته. الجيران دول كانوا حاسدين جيمس وعيلته على ثروتهم وحياتهم المرفهة، لكن قرروا يستغلوا ليلة التطهير علشان يتخلصوا منه. اللحظات دي بتكون الأصعب على العيلة لأنهم بيكونوا مش متوقعين الخطر ممكن يجي من الناس اللي كانوا فاكرينهم أصدقاء. فبنشوف الجيران بيحاصروا ميري وولادها وبيخططوا لقتلهم، لكن في الوقت ده بيظهر الراجل الغريب وبيقرر إنه يساعدهم. على الرغم من إنهم كانوا عايزين يضحوا بيه، لكنه بيقدر الموقف الصعب اللي هم فيه وبيقرر يقف جنبهم، وبيظهر إنه بيكون عنده خبرة في المواجهات العنيفة. وبمساعدة الغريب العيلة بتقدر تتصدى للجيران وبتقتلهم واحد ورا التاني، وبيقدر إنه يفك أسرهم من الجيران. وأخيرا ساعات التطهير بتخلص وبتطلع الشمس، الشرطة بتبدأ تظهر في الشوارع والفوضى اللي كانت مالية المكان بتبدأ تختفي تدريجيا. العيلة رغم كل اللي مروا بيه بيبقوا على قيد الحياة، لكن بفقدان جيمس حياتهم مش هتبقى زي ما كان. الفيلم بينتهي بمشهد هادي لكن مليان حزن. العيلة بتقعد في هدوء بعد الليلة الطويلة اللي كانت مرت بيهم، وكل واحد فيهم عينيه مليانة بالحزن على كل اللي فقد. لحد هنا بيخلص فيلمنا على كده. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة، وبستأذنكم نوصل الفيديو ده ل 500، واشوفكم على خير الفيلم الجاي.